ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناه على راحتك. النهارده هنعمل مع بعض فراخ مشويه بطريقه سهله وسريعه. هنعمل التتبيله بدون طماطم ولا فلفل ولا بصل، هنعملها بطريقه حلوه وفي نفس الوقت طعمها حلو جدا. وكمان بدون شوايه هنشويها في الفرن اول عن اخر. نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه لو كنتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي. فعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا في الوصفه بتاعتنا على طول. اول حاجه قبل ما نعمل الفراخ لازم نعمل تنظيف حلو جدا للفراخ عشان ما نحسش في التتبيله بتاعتنا بريحه زفاره. هننزل بحوالي 5 معالق من الدقيق، معايا عصير ليمونتين، معايا ربع معلقه من روزماري، ومعايا حوالي 4 معالق من الملح. هننزل بميه كده في الحله بتاعتنا نحط فيها الفراخ بتاعتنا، هننقعها في المحلول اللي انا هعمله معاكم ده. اول حاجه نزلت بعصير ليمونتين وسبت القشر بتاعهم، وطبعا غسل الليمون الاول كويس، ونزلت معايا بكميه الدقيق اللي قلتلك عليها وبالروزماري والملح، ونزلت بحوالي 4 معالق من الخل، وهدوب الدقيق كويس جدا بحيث ما يكونش فيه اي كتل من الدقيق. نقلبه كويس جدا. المحلول ده حلو جدا للفراخ، بتطلع معانا الفراخ بيضه وبدون اي كتل دم وكمان بدون ريحه زفاره. خلاص كده الدقيق بتاعي داب. هبدأ اني الفرخة بتاعتي اللي انا قطعتها على 8 وعملت لها فتحات بالشكل ده اللي انت شايفاه، بحيث المحلول كمان يوصل للعظم وما يكونش فيه اي كتل دم. ونزلت بيها في المحلول بتاعي وهسيبها اقل حاجة نص ساعة. وده شكلها طبعا بعد ما قعدت معايا نص ساعة. هنيجي هنا للتتبيلة بتاعتي. هبدأ اجيب الصينية اللي هعمل فيها، اللي هدخلها في الفرن، واحط معايا نص معلقه من الملح والملح حسب الرغبه، واحط ربع معلقه من الشطه، ومعلقه من الكزبره الناشفه، ونص معلقه من البابريكا، وربع معلقه من الروزماري بيدي ريحه حلوه جدا للمشويات، جربيه. معلقه من الثوم المفروم. وهننزل بالزيت بتاعنا حوالي معلقتين من الزيت، وهننزل بعصير نص ليمونايه. التتبيله دي عاملاها لحجم فرخه بتكون وسط. وهننزل معانا بالمستردة حوالي معلقتين كبار من المستردة، ممكن نستغنى عن المستردة وننزل معانا بعلبة زبادي. هنقلب المكونات دي كلها كويس كده مع بعض. هننزل بالمعلقة التانية من المستردة، وبعد كده هنقلبها كويس جدا مع بعض. واول ما تتقلب معايا كويس جدا هنبدأ ان احنا نتبل بيها الفراخ. هنا الفراخ كانت خلاص طلعت معايا من المحلول زي ما وريتها ليكي. هنجيب الفتحات اللي انا عاملاها بالطول بالشكل ده وهدخل فيها التتبيله، نغلفها كويس جدا بالتتبيله بتاعتنا، وهنحطها على جنب اللي نتبلها، وهكذا لحد ما نخلص الكميه كلها بتاعه الفراخ. مهم جدا نحط التتبيله في الفتحات زي ما انت شايفه بالطريقه دي. بس كده خلاص بكون خلصتها. التتبيله دي مش بنحتاج ان احنا نسيبها وقت، احنا بنولع الفرن بس اول ما الفرن ما تسخن بنحطها على طول في الفرن في الشبكه، بس اللي تكون يعني موازيه للنار من تحت على طول، ما تكونش شبكه لفوق، تكون على اقل درجه مواجهه للنار. خلاص كده حطيتها على درجه حراره 200. اول ما سخن الفرن دخلت الصينيه بالطريقه دي، ومش هحط فيها ميه ولا حاجه، هي هتشرب التتبيله بتاعتها وهتنزل الميه وتشربها تاني. واول ما تشرب الميه خالص بالطريقه دي هبدا اني افتح لها الشوايه تاخد لون، وبعد كده بطلعها بحط لها فحمايه وعليها نقطتين من الزيت وبغطيها. بس كده بتكون الطريقه بتاعتي خلصت. لو عجبك الطريقه بتاعتي اعملي لايك للفيديو واشتراك في القناه، ولو كنت اول مره تشوفي القناه بتاعتي فعلي الجرس عشان يوصلك معايا كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم في وصفه تانية جديده سهله وسريعه. سلام يا بنات.